عسلامتكم. التصويت في هالانتخابات ما كانش حق للناس الكل، ولكن البشرية لقات في الآخر الحل. يقول قائل علاش الانتخابات جات في الحقيقة كآلية تمكن مجموعة الناخبين في دولة معينة من أنهم يختاروا الممثلين متاعهم في البرلمان وفي المجالس المحلية والاختيار رئيس الجمهورية، ويعطيوهم تفويض باش ينبوهم بعد ما اختاروهم بالتصويت. ولكن فاش قام الشعب يمشي يختار واسطة باش يعبر على رأيه في بلاصته ويناقش القوانين البلاد ويصوت عليها؟ يا أخي الشعب اللي هو صاحب السيادة ما هوش قادر باش يعبر على روحه بروحه وبصفة مباشرة من غير هالواسطة؟ شنو اللي يمنعه زعما؟ في الحقيقة وعلى الأقل نظريا حتى شيء ما يمنع الشعب من التعبير عن إرادته بنفسه، لكن الأمر هذا صعيب برشا باش ما نقولوش مستحيل أنه يصير في الواقع بصفة مستمرة، على خاطر المواطنين اللي هما يكونوا الشعب بحكم عددهم الكبير برشا بالملايين وبالآلاف ما ينجموش عمليا يجتمعوا كلهم في أرض بلاصة ويقوموا بالمداولة والنقاش في القضايا والقوانين اللي تهم الشأن العام. هذاك علاش الانتخاب والتصويت على اختيار الممثلين يصنفوه بين الوسائل غير المباشرة لتدخل الشعب، وهو الآلية اللي معمول بها في الأغلبية الساحقة متاع الحالات. لكن في المقابل يبقى للشعب في بعض الحالات إمكانية أنه يتدخل مباشرة باش ياخذ القرار هو بروحه من غير حتى واسطة متاع ممثلين، عن طريق وسائل تدخل مباشر، منها المبادرة الشعبية اللي هي مقترح قانون يقدم عدد معين من المواطنين بعريضة للبرلمان، أو عن طريق الاعتراض الشعبي أو الفيتو الشعبي بعريضة يصحح عليها عدد من المواطنين يتلغى بها قانون صادق عليه البرلمان، أو بالاستفتاء الشعبي اللي باش نتعرضوا له إن شاء الله في درس لاحق بعد الدرس هذايا. والتمتع بالحق الانتخابي ما كانش سهل يا جماعة، على خاطر تعدينا في التاريخ من الاقتراع المضيق أو المقيد بعد الاقتراع العام. من وقت اليونان القديمة الحق في الانتخاب كان مضيق وما هو معترف به كان للرجال من غير النساء، وما كانوش العبيد عندهم الحق يصوتوا. في فرنسا زاد بعد الثورة وفي دول أخرى أوروبية الاقتراع كان مقيد، وفي طبقة النبلاء أساسا اللي تتوفر فيهم وحدهم هما شروط خاصة غير موضوعية، وهي أنهم يكونوا قادرين باش يدفعوا نسبة معينة متاع ضريبة باش يشاركوا في التصويت، عكس أغلبية أفراد الشعب اللي كانوا فقراء أو اللي عندهم مستوى تعليمي وكفاءات ومؤهلات علمية، أو يعدي امتحان إذا كان ما عندوش شهادة علمية. وهالشروط الكل تقريبا ما كانتش متوفرة في عامة الناس، وبها ميزنا بين المواطنين وحرمنا بالتالي برشا منهم من حقهم في الانتخاب. وبعد نضالات كبيرة وتطور الأفكار صار الاعتراف بالاقتراع العام للرجال بركة في مرحلة أولى، وبعد تتعمم على كل المواطنين نساء ورجال في أغلب الدول بما فيها تونس بتوفر شروط موضوعية في الناخب. يبقى سؤال مهم: هل الاعتراف بالاقتراع يعني أن المواطنين الكل ناخبين بصفة آلية وينجموا يمارسوا حقهم دون شرط أو قيد؟